العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس أفورقي يستقبل وفد إقليم دارفور. الجالية الإريترية في جنوب السودان تعقد مؤتمرها الخامس. تنظيم برنامج حول تبادل التجارب الزراعية. هجوم إسرائيلي يستهدف مواقع بمحيط دمشق. بوتين يدعو إلى تعزيز العلاقات العسكرية مع بيلاروسيا. والأوروبيون يتوصلون إلى اتفاق بشأن أسعار الغاز. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. استقبل فخامة الرئيس أفورقي بمكتبه في عدهلو صباح اليوم 20 من ديسمبر وفد إقليم دارفور السوداني الذي ضم 5 ولايات وخبراء مستشارين برئاسة حاكم الإقليم مني أركو مناوي. وبحث اللقاء الدفع بعلاقات التعاون التنموي بين إريتريا والسودان عامة وإقليم دارفور خاصة. وأكد فخامة الرئيس أفورقي في اللقاء على استعداد إريتريا للقيام بدورها البناء وتقديم تجاربها في البرامج التنموية في إقليم دارفور عامة ومجالات الزراعة والصحة وبناء خزانات المياه وضمان توفير الكهرباء وتنمية القدرات البشرية خاصة. وشكر وفد دارفور على المستوى استعداد ودعم إريتريا لتعاون الشراكة الثنائية والإقليمية. حضر اللقاء سفير إريتريا في السودان السيد عيسى أحمد عيسى. وأوضح حاكم إقليم دارفور السيد مني أركو مناوي في تصريح لوسائل الإعلام أن الزيارة هدفت تفقد برامج التنمية الجارية بالقدرات الذاتية في إريتريا واكتساب التجارب وشرح برامج العمل المستقبلية المشتركة. وتفقد الوفد خزاني مياه عدهلو وقرقرة ومشاريع التنمية الزراعية الجارية في المنطقة. وقام وفد دارفور على المستوى بزيارة تفقدية يوم 19 من ديسمبر لبرامج التنمية في إقليم شمال البحر الأحمر رفقة السفير عيسى أحمد عيسى. وزار الوفد خزان قحتلاي ومطار مصوع الدولي وميناء مصوع ومسجد الصحابة التاريخي والمنطقة الحرة ومصنع البلاستيك والعلب في مصوع وقاعدة القوات البحرية ومصنع الخرسانة ومسبقة التجهيز في قدم. وقدم له شرحا عن عمل هذه المؤسسات ودورها في إعمار البلاد وبرامجها المستقبلية. وأوضح وفد إقليم دارفور برئاسة حاكم الإقليم مني أركو مناوي أن زيارته للمؤسسات والمواقع قد أظهرت تمهيد الأرضية المتينة لبرامج البناء عامة والتنمية الزراعية خاصة، مشيدا بالخبرة الإيجابية التي اكتسبتها إريتريا في مجال تخزين المياه. عقدت الجالية الإريترية في جنوب السودان مؤتمرها الخامس يوم 18 من ديسمبر في مدينة جوبا تحت شعار خيارنا المستقل عزتنا. وأوضح رئيس الجالية المهندس أماري قبرا في التقرير الذي قدمه أن عدد أفراد الجالية بلغ نحو 10,000 عضو، مشيرا إلى قيام الجالية بحل القضايا الاجتماعية للأعضاء ونقل بعضها إلى السفارة للحل. وألقيت في المؤتمر كلمات من الاتحادات والتنظيمات الوطنية ومدرسة الجالية مؤكدة على العمل لتحقيق أهداف الجالية. وأشاد سفير إريتريا في جنوب السودان السيد يوهانس تخل ميكائيل في الكلمة التي ألقاها بنتائج الطلاب المرضية في مدرسة الجالية داعيا الإريتريين المتواجدين في جنوب السودان دعاهم لتقوية الجاهزية للبرامج الوطنية. وبحث المؤتمر قضايا المالية والبنى التحتية وانتخب هيئة إدارية من 30 عضوا لعامين.
نظم مكتب وزارة الزراعة في الإقليم الجنوبي برنامجا في إجرمخل مديرية ابن حيلي بمناسبة يوم المزارعين لتبادل التجارب الزراعية والتعريف ببذور الذرة الشامية والبطاطا الحلوة المحسنة. وقدم المزارع النموذجي السيد حدش رزني في المناسبة التي حضرها مزارعون من جميع أنحاء المديرية ومهنيون زراعيون من مديريات الإقليم الجنوبي، قدم تجربته في زراعة الذرة الشامية والبطاطا الحلوة. وذكر خبير تنمية النباتات في مكتب وزارة الزراعة في مديرية ابن حيلي السيد مانويل جبر برهام في المناسبة تحقيق برامج ناجحة لزراعة بذور القمح المحسنة، ويجري حاليا تنمية 8 أنواع من الذرات الشامية للتعرف على أفضلها ملائمة للمناخ والتربة. وأشار مسؤول تنمية النباتات في الإقليم الجنوبي السيد تخلو براخي إلى العمل الجاري بالتعاون مع مركز حلحلة للأبحاث الزراعية لإدخال البذور التي تقدم الإنتاج الوفير. وأوضح المزارعون بأن البرامج يسهم لاكتساب المعرفة والخبرات ورفع الإنتاج، مشيدين بدعم وزارة الزراعة. وقدم المهنيون الزراعيون في المناسبة شرحا حول فوائد وأهمية البطاطا الحلوة وأضرار المبيدات الكيميائية ومميزات الأسمدة الطبيعية. أفاد مكتب وزارة الزراعة في مديرية قلوج أن التنويع الزراعي من الوسائل الجيدة لمكافحة الآفات والحشائش ورفع الإنتاج الزراعي. وقال مسؤول تنمية النباتات في المكتب السيد كفلوم تسفو أن المزارعين يحصلون على ثمار جهدهم لوجود أراضي زراعية شاسعة، مشيرا إلى وجود اختلاف كبير في الإنتاج بين المزاولين للتنويع الزراعي والمنمين نوع واحد فقط من البذور. وذكر ظهور حشائش كثيفة هذه السنة لغزارة الأمطار، خاصة العدار الذي عانى منه المزارعون، غير أن هذه الحشائش كانت أقل من المزارع التي قامت بالتنوع الزراعي. ودعا مدير مديرية قلوج السيد سيزر مريم المزارعين لاتباع إرشادات المهنيين الزراعيين في التنويع الزراعي. تسجل مشاركة الطلاب في مدرستي عنديلي في مديرية قندع وعلي باناي في مديرية غردات ارتفاعا ملحوظا. وذكر مدير مدرسة عنديلي الأستاذ حسن علي أن المدرسة الابتدائية التي أقيمت لاستقبال طلاب حوالي 160 أسرة نزحت من ضحية عنديلي عام 2000 جراء غزو الويان، ازداد عدد طلابها لترتقي في العام الدراسي 2022-2023 إلى المرحلة المتوسطة. وفي علي باناي في مديرية غردات أوضح مدير المدرسة الابتدائية الأستاذ عبد صالح أن تحسين البنية التحتية للمدرسة ساهم في رفع مشاركة الطلاب في التعليم، داعيا إبداء الاهتمام بالنواقص الأخرى. في غضون ذلك دعا مكتب التعليم في مديرية دقة لتعزيز دور أولياء الأمور وإدارات الضواحي لرفع المشاركة في التعليم التي لا تتماشى مع انتشار المدارس في المديرية. وأوضح مسؤول الخدمات التعليمية في المديرية الأستاذ عبد الله عمر إيصال التعليم إلى جميع إدارات الضواحي، ورغم ذلك فإن عدد الطلاب لا زال متدنيا. نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل. على الصعيد العالمي، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن إصابة عسكريين سوريين بجروح في قصف إسرائيلي استهدف مواقع في محيط دمشق. ونقل سانا عن مصدر عسكري لم تسمه أن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق. وأكد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية في دمشق دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية. وطال القصف وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان مستودع أسلحة تابع لحزب الله اللبناني يقع بين مطار دمشق الدولي ومنطقة السيدة الزينب في جنوب العاصمة. وفاد المرصد عن سقوط قتيلين جراء القصف من دون أن يتمكن من تحديد هوية أو جنسية أي منهما.
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو الاثنين بالعلاقات الوثيقة بين بلديهما، ودعا إلى تعزيز العلاقات العسكرية مع مينسك التي يزورها لأول مرة منذ 2019. وأعلن بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البيلاروسي إثر المحادثات في مينسك توصل الزعيمان خلال هذه المحادثات الأساسية لتعزيز تعاونهما في كل الميادين لا سيما في قطاع الدفاع. ولفت بوتين إلى إجراءات مشتركة لضمان أمن البلدين وتبادل شحنات أسلحة فضلا عن تصنيع مشترك للأسلحة. كذلك ستواصل روسيا تدريب جنود بيلاروس على قيادة طائرات بيلاروسية سفاتية التصميم قادرة على حمل قنابل نووية وفق المصدر نفسه. أعلن جوزيب سيكيلا نائب رئيس الوزراء التشيكي اتفاق وزراء الطاقة الأوروبيين على تحديد سقف لسعر الغاز، والاتفاق كذلك على آلية التنفيذ. وقال المسؤول التشيكي إن الاتفاق سيشكل بشكل آلي إذا استمر سعر الغاز لمدة 3 أيام في تجاوز حاجز 180 يورو لكل ميجاوات في الساعة. من جانبها قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة كادري سيمسون إن الاتحاد جاهز لإيقاف آلية تسعير الغاز إذا رأت المؤسسات المالية أثرا سلبيا على الأسواق، مؤكدة الاستمرار في تقليل الاعتماد الأوروبي على روسيا. وفي أول تعليق على القرار الأوروبي قال الكرملين إن سقف الاتحاد الأوروبي لأسعار الغاز هجوم على آلية تحديد السوق للسعر وهو غير مقبول. الخبر الأخير في هذه النشرة: ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات قبالة سواحل شمال كاليفورنيا كما أعلن المركز الأمريكي لرصد الزلازل. ووقع الزلزال على بعد 40 كيلومترا جنوب غرب مدينة أوريكا الساحلية، لكن لم يصدر أي إنذار بوقوع تسونامي. في تقييم أولي قال المركز أن احتمال حصول وفيات أو سقوط جرحى ضعيف، لكن الأضرار المادية ممكنة. وأكد المركز الوطني للأبحاث من تسونامي إنه لا يتوقع حدوث أي موجات مد تشهد كاليفورنيا بانتظام زلازل، ويحذر علماء الزلازل من أنه من شبه المؤكد أن زلزالا قادرا على التسبب في دمار واسع النطاق سيضرب هذه الولاية في غضون الأعوام 30 المقبلة. ختام النشرة نذكر بأبرز العناوين. فخامة الرئيس أفورقي يستقبل وفد إقليم دارفور. الجالية الإريترية في جنوب السودان تعقد مؤتمرها الخامس. تنظيم برنامج حول تبادل التجارب الزراعية. هجوم إسرائيلي يستهدف مواقع بمحيط دمشق. بوتين يدعو إلى تعزيز العلاقات العسكرية مع بيلاروسيا. والأوروبيون يتوصلون إلى اتفاق بشأن أسعار الغاز. انتهت نشرة هذا المساء، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.